لو ما عملتش كده هاجري وراهم في الشوارع، خصوصًا بعد اللي حصل كده في الأسعار. بُصّوا طول ما إحنا كده في الشتا جعانين بالليل وعايزين ياكلوا قرص وياكلوا باتيه وياكلوا الحاجات دي، وينزلوا كده في نُص الليل وابني يروح ويتأخر وانزل ألِف وراه في الشوارع وحاجة كده وجع قلب. يالّا بينا نسمّي كده ونصلّي على رسولنا الكريم كلنا كده في الكومنتات، ويالّا بينا هنعمل كده مقادير ال2 كيلو دقيق. أول حاجة تجيبي كيسين خميرة فورية، لكل كيس معلقتين سكر ومَيّة دافية وندوبهم وهنركنهم كده على جنب عشان نطمن إن الخميرة تكون شغالة. هنجيب 2 كيلو من الدقيق ونبدأ كده ننخلهم، لازم تنخليهم علشان العجينة بتاعة القرص تبقى هشة وتبقى حلوة جدًا، جدًا. تمام، أنا باستخدم كده دقيق لجميع الأغراض بيطلع حلو أوي. طب أنتِ لو هتروحي للعطار وتجيبيه سايب لازم تعرفيه إن هو للمخبوزات، لإن كل نوع دقيق له حاجة كده معينة. بس أنا باسهّل كده على نفسي وباجيب الأكياس اللي هي مغلفة متعددة الأغراض، وبانزّل كده عليهم رشة من الملح وكيس بيكنج باودر، ولكل كيلو كوباية من الزيت وكوباية من السمنة لو أنتِ بتحبي القرص دسمة. طيب لو أنتِ بقى بتحبيها إن ما تكونش دسمة أوي وتكون خفيفة شوية، يبقى كوباية سمنة وربع كوباية من الزيت. تمام، تمام. أنا حطيت كوبايتين سمنة سايحة وكوبايتين من الزيت، وهابدأ أغلّف الدقيق كله بالسمنة والزيت زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. بعدها بقى كده على طول هاجيب الخميرة بتاعتي اللي خلاص اتأكدت إن هي نشطة، وأبدأ أنزّلها وألِم العجينة بتاعتي ألمّها كده كلها، وبعد كده أنزل باللبن بقى الرايب، وأنزل واحدة واحدة أحط شوية وأبدأ إن أنا ألِم. عايزة أقول لكم كمان يا جماعة إن كان عندي خَض كمان بتاع الزبدة وحطيته هو كمان، وبدأت إن أنا ألِم العجينة وعجنتها حوالي 10 دقايق أو 12 دقيقة. كل شوية أحط شوية لبن وألِم، وخدت بقى العجينة كده في الأرض وزي ما أنتم شايفين كده أدّيها بالبوكس وأدّيها بالبوكس لغاية ما بقِت زي الفل، وغطيتها بالإسترتش بتاعي وفوطة ومكان دافي، وزي ما أنتم شايفين العجينة إيه الجمال ده، إيه الجمال ده. طبعًا بقى لازم أطلّع الإيه، أطلّع منها الإيه يا جماعة، هاطلّع منها الهوا، يعني لازم أدّيها كده بالبوكس زي ما أنتم شايفين ونخرّج منها الهوا. هو كده لازم العجين تعملي فيه كده. وبعد كده بدأت أجيب صينية وهاخلّي بقى الكِوَر بتاعتي متوسطة الحجم، ولا كبيرة ولا صغيرة، وأبدأ بإن أنا آخُد قطعة العجين وأفضل ألفّها وأبرمها وأدوّرها كده وأخلّيها زي الفل، وأحطها كده في الصينية. لو هي خمرانة أوي هتفرديها في ساعتها، مش خمرانة أوي هتبدئي إنِّك تحطي زي ما أنتِ شايفة كده القرص في الصينية وتخلّصي كل الصواني وبعد كده تفرديها، ودي كمية ال2 كيلو. الله، الله! الريحة بقى جايبة الشارع وعملت بُصّوا 2 كيلو. عايزة أقول لِك بقى إن القرص الطرية دي بنعملها على طول كده في شهر رمضان، وبنتسحّر منها مع كوباية من اللبن وحتّة جبنة، وما شاء الله بتبقى خفيفة أوي، أوي، وكلّنا كده بنعشقها. ما فيش بقى تسلم إيديك والّا إيه، بجد، بجد باحبكم.